فخامة الرئيس اليمني المقدم إبراهيم الحمدي في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يوما واحدا، ورغم مشاغله الكثيرة فقد وجد فخامته الوقت متسعا من الوقت ليلتقي برجال الصحافة المحلية. فخامة الرئيس، نحن في البداية نيابة عن المستمعين والمشاهدين وأجهزة الصحافة المحلية نرحب فيك على أرض دولة الإمارات ونشكرك على إتاحة هذه الفرصة الثمينة لنا. شكرا كثيرا، وأنا سعيد جدا بأن ألتقي بكم وأسمع منكم وأعطي ما لدي. شكرا. فخامة الرئيس، نبدأ بمحادثاتكم مع سمو رئيس الدولة. فكرة سريعة للسادة المستمعين والمشاهدين، وهل تحملون مشاريع محددة لطرحها أثناء المحادثات مع سمو رئيس الدولة؟ شكرا كثيرا. مجيء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وزيارة سمو الشيخ زايد تأتي بالدرجة الأولى لنقل كلمة شكر وعرفان من الشعب اليمني إلى سمو الشيخ زايد وشعبه وحكومته على كل المواقف العربية الأصيلة وعلى الاهتمام البالغ الذي يوليها سموه للشعب اليمني من خلال المشاريع الإنمائية المختلفة الموجودة في كل أنحاء الجمهورية العربية اليمنية. ومن الطبيعي أن نأتي من وقت لآخر لنستمع إلى آراء سمو الشيخ زايد وإلى طرح ما لدينا من هموم محلية وعربية ودولية، فنحن نعتبر الشيخ زايد قدوة في السلوك العربي الأصيل. شكرا. فخامة الرئيس، نشرت الصحف المحلية صباح اليوم تصريحا منسوبا لسيادتكم تدعون فيه إلى إنشاء قوات سلام عربية، ونشر صباح هذا اليوم. السؤال هو، هل لدى سيادتكم تصور معين ما هي الدول التي يمكن أن تشارك في تشكيل هذه القوة والأماكن المطروحة على الساحة العربية التي تستدعي تواجد قوات عربية؟ شكرا كثيرا. هذا الاقتراح لم يكن وليد اليوم أو الأمس القريب، ولكن هذا الاقتراح كان سابق وفي مناسبة سابقة، وطبيعي أن نقترح مثل هذا الاقتراح لأنه اقتراح بريء وصادق، لأننا نشعر بمرارة حينما يراق الدم العربي في مجابهة داخلية في أي بلد عربي أينما كان. وطبيعي أن الاقتراح واضح بوجود قوات سلام عربية تحت علم الجامعة العربية، تتدخل هذه القوات في أي مشاكل محلية في أي بلد عربي أو بين بلد عربي وبلد عربي آخر، لكي توقف القتال وتوجد الجو المناسب للغة التفاهم بدلا من لغة البندقية. فخامة الرئيس، من الواضح جدا أن منطقة الخليج والجزيرة العربية تشهد في الوقت الحاضر الكثير من التحولات والمتغيرات. كيف يرى سيادتكم مستقبل العلاقات بين دول الخليج والجزيرة العربية في ضوء التبديل الواضح في مواقف بعض الدول في المنطقة؟ تصوري بأن دول المنطقة تشهد جوا من التفاهم ومحاولة لإيجاد صيغة ولغة مشتركة لحل مختلف القضايا، وأنا متفائل كثيرا بأن مستقبل المنطقة سيكون معتمدا أساسا على التفاهم والتعاون بين أبناء المنطقة أنفسهم. أنا لن أثقل على فخامتكم بالأسئلة، وإنما أترك المجال لزملائي الصحفيين. السؤال الأول من الزميل حمدي تمام من جريدة الاتحاد الحكومية. فخامة الرئيس، بالنسبة لمحادثاتكم مع جلالة السلطان قابوس، هل تطرق البحث إلى موضوع وقف التوتر بين السلطنة وحكومة عدن؟ محادثاتي مع جلالة السلطان قابوس تأتي بالدرجة الأولى لتوطيد وتدعيم العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ونحن نعتبر أن الشعب العماني والشعب اليمني مع بقية شعوب المنطقة ينحدرون من أصل واحد، وكان من الطبيعي أن يأتي مثل هذه الزيارة لتقوية هذه العلاقات. ومما لا شك فيه أن البحث قد تناول مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، ووصلنا إلى وجهة نظر متقاربة أو متفق عليها. شكرا.
سؤال آخر من الزميل حسين عبيد من مجلة درع الوطن. سيادة الرئيس، كان لمجلتنا أول شرف لقاء بكم تقريبا صبيحة تسنمكم الحكم في اليمن، وها هي ذي تكتسب الشرف مرة أخرى في لقائها معكم. ولدينا سؤالان. السؤال الأول: من المؤكد أن سيادتكم تحاولون أن تعيدوا لليمن سعادته الغابرة، فما هي الخطوط العريضة لخطتكم الاقتصادية التي تنتهجونها في هذا المضمار؟ والسؤال الثاني: نحسب أنكم تبذلون جهدا ملموسا ليصبح الوعي الاجتماعي والثقافي والتعليمي في اليمن موازيا أو مساويا لتطلعاتكم وطموحكم، فما هي التدابير التي اتخذتموها في هذا الصدد؟ شكرا كثيرا، وأنا أشكر مجلة درع الوطن على كل ما نشرته وكتبته عن اليمن وعن الحركة التصحيحية التي قامت في 74. ونحن كغيرنا من دول المنطقة نعمل بكل ما نستطيع من أجل إيجاد مجتمع الخير والرخاء في جزء من الأرض العربية التي اسمها اليمن، وآمالنا كبيرة وتعاوننا مع أشقائنا وأصدقائنا واسع في تنفيذ الخطة الإنمائية التي يتبناها الجهاز المركزي للتخطيط ووزارة التنمية. ومن هذا المنطلق فإننا نلخص ما نريد أو نرجو أن يكون عليه اليمن، وهو مجتمعا يسوده الخير والعدل والرفاهية. سؤال آخر من السيد محيي نافع من جريدة الفجر. فخامة الرئيس، لقد سبق أن شكلت لجان للتنسيق بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، فما هي النتائج التي وصلت إليها هذه اللجان، ولماذا لم تعلن، وهل توقفت أم ما هو وضعها بالتحديد؟ شكرا. التصحيح ليس للتنسيق ولكن للعمل من أجل إعادة الوحدة اليمنية، وهذه اللجان تعمل ضمن أو وفق برنامج متفق عليه، وتقريبا أعمالها باستمرار ناجحة. أما لماذا لا يعلن فكل شيء مرهون بوقته. سؤال آخر من السيد محمد عبد الوهاب شودري من جريدة الوحدة. نرجو من الأخ الرئيس إعطاءنا صورة سريعة عن أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في اليمن منذ خطوة 13 يونيو التصحيحية. مع الشكر. الطموحات والآمال كبيرة لما نريد أن يتم إنجازه، ونحن نركز بالدرجة الأولى على تعميق هيبة الدولة وسيطرتها على مختلف مناطق البلاد وسيادة النظام والقانون، وهذا أهم منجز نعتبره في نظرنا. سيادة الرئيس، سؤال آخر من الإذاعة والتلفزيون. على ذكر تعميق سلطة الدولة في اليمن، أذكر أن الحكومة المركزية أصدرت قرار بحظر حمل الأسلحة في المدن الرئيسية في اليمن. إلى أي مدى نجاح هذا القانون؟ وهل يعتقد سيادة الرئيس أنه بداية لتحول اجتماعي في المجتمع اليمني الشقيق؟ أن يعيش الناس في سلام وأن تختفي مظاهر الحرب ومظاهر السلاح أمر طبيعي يسعى إليه كل فرد في أي منطقة كانت. وقرار منع حمل الأسلحة في المدن الرئيسية قد نفذ، وللعلم فإننا اليوم لا نتخذ قرارا لا ينفذ، وقد نفذ بكامل نصه وبحذافيره. واليمن يعمل من أجل تغيير الواقع المعاش إلى واقع أفضل، وكما قلت مرة أخرى نحن نسعى لإقامة مجتمع العدل والرخاء والرفاهية والمحبة. نحن سيادة الرئيس لا يسعنا إلا أن نتمنى ومن قلوبنا كل توفيق ونجاح لإخواننا في اليمن الشقيق، وأيضا نشكرك جدا على هذا اللقاء رغم مشاغلك الكثيرة. شكرا كثيرا، وأنا أقدم الشكر لكل الأخوة العاملين في أجهزة الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشكر الأخوة ممثلي الصحافات المختلفة في الإمارات العربية المتحدة، وأشكر فيهم الواقعية التي يعالجوا بها القضايا. كما أنني أوجه كلمة إلى كل الأخوة العاملين في حقل الصحافة في مختلف البلدان العربية بأن عليهم أن يحاسبوا ضمائرهم
وأن لا يفسروا ما يريدونه من وراء أي قول أو تصريح، بل عليهم أن يأخذوا الأمور بظاهرها الحسن وأن لا يدس السموم فيها. فمسؤولية الصحافة هي رسالة قبل أن تكون مهنة، وهي مسؤولية قبل أن تكون تسلية. وأكرر الشكر مرة أخرى. كما أنتهز هذه الفرصة فأقدم الشكر باسمي شخصيا وباسم الجمهورية العربية اليمنية حكومة وشعبا إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وإلى سمو الشيخ زايد شخصيا لكل ما يوليه من اهتمام ورعاية نحو إخوانه في الشعب اليمني الذي يكن له ولشعبه كل محبة وتقدير. شكرا فخامة الرئيس.